مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للامن القومي اهتمت بالموضوع، تواصلت معنا وتواصلت مع دكتور بسام. في جديد في الموضوع وفي ان شاء الله رؤيه وفي استجابه من الدوله. خلينا نعرف الجديد من دكتور بسام الشماع كاتب المصريات. دكتور بسام برحب بحضرتك. اهلا بيكم وبكل مصر العظيمه. اهلا بك يا دكتور. يعني بعد اتصال هاتفي حدث ما بين حضرتك وما بين السفيره فايزه بنجا، تم لقاء ما بينكم. مظبوط كده، كان يوم الخميس اللي فات لا اللي قبليه، كان اتشرفت بان انتوا دعيتوني على الهواء مباشره في نفس البرنامج دوت، وتقدمت بطلب على الهواء بان انا اسلم ملف الاثار، وخصوصا اثارنا في الخارج واثارنا في الداخل، وايضا فكره تنسيق مع وزارات السياحه والتعليم والتثقيف في 32 مقترح قدمتهم. فحصل على طول يوم الخميس، الكلام ده بالليل كان عندكم. يوم السبت تلقيت تليفون من مستشار رئيس الامن القومي السفيره فايزه بنجا، واخدنا مع بعض ميعاد كان السبت اللي فات ده على طول، وجلسنا مع بعض جلسه على اعلى مستوى الحقيقه. الجلسه كانت طويله، والاستاذه فايزه الحقيقه يعني تلقت مني كل الافكار وكل الصور وكل السيديهات والفلاشات اللي فيها اثارنا هنا وفي الخارج، وايضا ال 32 مقترح. بعديها على طول النهارده تلقيت تليفون من الدكتور اشرف حاتم، وبدانا ننسق مع بعضينا علشان هنعمل لقاء في اكتوبر ان شاء الله مع حوالي 3 جامعه نقدم فيها فكره المرور على الجامعات والقاء المحاضرات والندوات، ودي كانت من ضمن الافكار المقترحه. يعني توعيه او زياده الوعي الثقافي والتاريخي والاثري لشبابنا المصريين. بالظبط كده. وعلى فكره هي الفكره كانت اصلا وما زالت حته ان احنا نبذر بذور الاخلاص والوفاء وحب الوطن عبر التاريخ. هي دي الفكره الجديده، ان احنا عايزين نزيد من هذا الوفاء والاخلاص وسط الشباب عن طريق ان احنا نعرفهم بجذور اجدادهم وجداتهم الكبار، لان العالم كله زي ما احنا على حاله انبهار كامله بالتاريخ المصري. وانا ما بتكلمش هنا على فكره تاريخ مصري فقط من بناء الاهرامات وتشييد المسلات والمعابد، ولكن اتكلم ايضا على الاسكندريه، على الفنار، بتكلم على الابتكارات والاختراعات، على علوم الطب، ايضا علماء دوله الاسلام كلها. ودي خطوه كويسه، لان الجامعات الان سوف نلقي المحاضرات في الجامعات ان شاء الله. حلو قوي يا دكتور، لكن انا عايزه اعرف هل اثناء يعني حديثك مع السفيره فايزه بنجا هل حضرتك طرحت فكره ازاي نرجع اثرنا من الخارج، زي ما اتكلمت معايا وكان عند حضرتك افكار وقلت لي ان الافكار دي مش هتكلف الحكومه حاجه؟ بالظبط، يعني كانت من ضمن الافكار ان مثلا كنا بنتكلم، طبعا طرحنا البطل الاثري في العالم الان وهو سيخمكا، وهو بطل الاعلام واصبح من اشهر تماثيل. يعني انا اعتقد ان سيخمكا تعدى توت عنخ امون يعني. فكنت مقترح ان هناك مثلا طريقه قانونيه لارجاع سيخمكا من بريطانيا، مش فقط وقف بيعه والابقاء عليه هناك، لا ده ارجاعه كمان، وده عن طريق ان وزاره الاثار بالاتفاق مع دار الوثائق القوميه ان هم يبداوا يبحثوا ويخرجوا لنا البرسوم اللي عمله محمد علي باشا ولي مصر في 1835، واللي ذكره الاستاذ اشرف عشماوي، وهو كان المستشار القانوني لهيئه الاثار المصريه لمده سنوات، وساعد في استرجاع كثير من التماثيل وكثير من الاثار. والراجل دوت ذكر ان في مرسوم سنه 1835، والمرسوم ده بيقول ان في مادته الثالثه ما ينفعش ان اي اثر يخرج بره مصر الا باذن والي محمد علي. معايا ورقه قانونيه ومرسوم قانوني. هيقول لك طيب مصر ما كانتش تبع محمد علي، كانت تبع السلطان في الاسطنبول او السلطان العثماني. فانا هقول لك ان السلطان العثماني وافق على هذا المرسوم، فبالتالي يبقى ده مرسوم رسمي. وبما ان سيخمكا طلع 1849 يبقى 14 او 15 سنه بعد هذا المرسوم، يبقى انا معايا مرسوم رسمي اقدر احاسب فيه انجلترا واقول لها يلا رجعي لي التمثال بتاعي، بل استطيع ان انا كمان استخدم المرسوم ده في ارجاع كل التماثيل او كل الاثار اللي احنا عايزين نسترجعها. تمام. يعني طبعا انا مبسوطه جدا جدا انه في خطوات فعلا تمت. عايزين حضرتك يا دكتور باسم دايما يعني تقول لنا الجديد اللي بيحصل في الموضوع ده. عايزين الموضوع كمان يعني يوصل لاطفالنا في المدارس، مش بس الشباب في الجامعات.
عليك، الله ينور عليك. على فكره النقطه ديت كانت الاستاذه فايزه ابو النجا كانت مهتمه بيها، لان وانا بتكلم كنت بسلمها بعض الكتيب اللي انا كنت عملتها للاطفال، فابدت اعجابها بهذه الكتيبات والكتب التثقيفيه التوعويه، وقالت لي لا ده احنا لازم هذه الافكار، وهذه الافكار للطفل. هي مهتمه قوي على فكره، في وسط الاجتماع كانت مهتمه جدا بفكره الطفل، وفكره ازاي ان الطفل يتوعى من المدرسه. وقلت لها بالفعل احنا ممكن نبتدي، وكنا عرضنا فكره ان احنا نلف على المدارس منها التجريبيه والحكوميه وغير الحكوميه، ونلف عليهم علشان ندي المحاضرات نفس الحكايه اللي بتحصل او اللي حصلت النهارده في جامعات مصر كلها. تمام، يعني انا على ثقه ان حضرتك، لان حضرتك مهتم جدا بالموضوع. بشكرك يا دكتور باسم على وجودك معنا، دكتور باسم الشماع عفوا. وبنشكر السفيره فايزه ابو النجا على وشكرا طبعا للرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن اختيار مستشاريه. خلونا نطلع فاصل.